بس تقولي بقى للمشاهدين لاي حد عايز يبدا ولا يقعد في بيته؟ بجد لا، خدوا خطوه، حاجه حلوه جدا. اختاروا برضو حد كويس. لما كمان قابلت حضرتك شخصيتك تحفه جدا. هبه لما قابلت هبه ايوه تحفه جدا وتلقائيه عفويه في الكلام. حسيت ان انا بتكلم مع صاحبتي عادي، مش بتعامل مع كوتش او حد بيدربني سواقه. احنا صحاب دلوقتي. ايوه خلاص ايوه. وما تنشنتش معايا او ما حسستنيش ان انا متنشنه برضو وانا اول مره اسوق. بالعكس حسيت ان دي كانت بتشيل رجلي. كنت مساعدها في حاجات كتير. فالموضوع لذيذ جدا. والموضوع احنا لما بنبقى اللي هو قاعدين نحضر له بنبقى متنشنين اكتر من نتحط فيه مره واحده. فهي عملت معايا كده ودي كانت حاجه كويسه جدا، وخلتني ما اتحطش قوي في رهبه او اكون رهبه للموقف قوي. بالعكس حسيت ان الموضوع جاب تلقائيه وكان سهل قوي، كان سموث كده. يعني الموضوع حلو. ايوه قولوا لهم بقى الموضوع حلو. الموضوع حلو وبالذات مع هبه موضوع سبيشال. يلا اشوفكم بقى في السيشنات اللي بعد كده. باي باي.